الكحل الطبيعي. جماعة هو بجد تحفة، بس بيوجع عيني بطريقة مش طبيعية، لانه ده الطبيعي، ده الطبيعي يا جماعة. ده الكحل اللي هو بتاع زمان، اللي كل الناس اللي دلوقتي كلنا بندور عليه، وما بنلاقيهوش. شايفين عيني دي عاملة ازاي وعيني دي عاملة ازاي؟ وطلع ان احلى حاجة بنعملها في السنة كحل ثبت النور. مش بس زينة للعين، ده هو كمان علاج ومفيد جدا للعين، زي ما اجدادنا عودونا عليه من واحنا لسه صغيرين. عاوزاكم تكملوا الفيديو عشان هقول لكم معلومات مهمه جدا 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 عن الكحل اللي بنحطه يوم سبت النور. وعاوزه اقول لكم ثباته بيدوم معاكي طول السنه. الكحل عندك بيسيح، يبقى لازم تكملي الفيديو ده للاخر. انا مش جايبالك بس كحل مجرد شكل، انا جايبالك كحل هيعالج عينيكي من A to Z. ويا مساء القمر عليكم، ويا رب يا رب يكون يوم سعيد عليكم، وربنا يجعل كل ايامنا مليانه بالمناسبات، وان شاء الله تكونوا كده معايا في كل مناسباتي الحلوه. ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لينا. سوري ببص على العصافير يا جماعه عشان شكلهم حلو قوي. الصبح صحيت، فطرت، مزاجي كان حلو، ما كنتش عارفه ان النهارده سبت النور. لقيت ماما بتكلم جدتي طبعا من سنين، من اول ما اتولدت وهما دايما بيعملوا سبت النور ده كحل للعين. والكحل ده يا جماعه بجد بيبقى من احلى الكحل اللي ممكن تحطوه على شكله والجلو اللي بيديه للعين. وشكله في العين اصلا يا جماعه بيخلي العين في حته تانية. يعني ده كله انا عايزاكم بس تكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا وانا بحطه قدامكم، وربنا يستر لان بيخلينا دمع وبيبقى صعب جدا. بس عاوزه اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش اعرف ان الكحل ده كمان ليه فوائد عظيمه قوي قوي قوي. يمكن انا عرفتها لسه لما كبرت وعرفت قد ايه هو مهم جدا. المهم جدتي بعتت لي النهارده وانا عاوزه اجربه معاكم ونشوف يا جماعه ايه الكحل ده وايه فوائده وايه الدنيا. بس قبل ما احطه انا عايزه اقول لكم على فوائد حاجه يا جماعه. ان الكحل الاصلي ده هو اول حاجه بتطهر العين. بتطهر العين من ايه؟ انت عينيكي، انت ماشيه في الشارع فيه تراب، انت عينك فيها كميه ميكروبات انت مش شايفاها، فانت لمجرد ان انت بتحطي الكحل ده بيطهر العين. تاني حاجه ان هو بيقوي النظر. من زمان كانوا بيقولوا ان هو بيجلي العين، يعني بيخلي العين بيخليكي تشوفي رؤيه اوضح. تالت حاجه واللي انا استغربتها وكلكم هتستغربوها، ان هو بيكثف الرموش بشكل مش طبيعي. طبعا يا جماعه ده اللي انتوا لازم تستمروا عليه، مش الكحل اللي بتشتروه من الاماكن يا جماعه اللي هو بيبقى اللي هو ده، لا ده كحل طبيعي، وده كحل بيعالج. يعني عيون واسعه ونظر حديد ورموش تقيله، فانت محتاجه ايه اكتر من كده؟ الكحل اللي بكلمك عليه ده اصلي 100%، لا فيه رصاص ولا فيه حاجه زي اللي احنا بنشتريه مثلا من البيت الطبي من السوبر ماركت. ده كله مش بيعالج يا جماعه. سوبر ماركت ايه بس اللي بتشتريه من اي مكان، لكن الكحل اللي بقولك عليه ده كحل بيعالج العين، بيعالج العين. وسواده بقى يا جماعه سواد، واصلا بيوجع العين جدا اول ما بتحطيه. فانا بقى يلا عشان انا عايزه اوريهولكم وربنا يستر. ربنا يستر. انتوا شايفين عيني طبعا انا مش حاطه، انا دلوقتي بشوف 5 دقايق وما عدتش هشوف اي حاجه في حياتي، لانه طبعا يا جماعه مكوناته بيبقى فيه جنزبيل تقريبا او حاجه زي كده، فهي دي اللي بتوجع العين. طبعا يا جماعه انا جدتي بعتهولي بالشكل ده. انتوا يا جماعه اصلا لو شفتوا اللمعه اللي فيه هتعرفوا ان هو تعرفوا ان هو خطير. بسم الله وربنا يستر. انا قدامي هنا المرايه فهحطه. بسم الله يا جماعه. انا بقى لا لا مش طبيعي يا جماعه. احنا بنفضل ندور ونقول الممثلين والناس القديمه دي بيحطوا ايه، اتاريهم بيحطوه. حاسه ان انا حطيت في عيني شط. هو اصلا لمعته يا جماعه خطيره، مش طبيعي بجد، ما بالك لو اتحط في العين كويس. انا مش مستحملاه يا جماعه عشانه شديد شويه. كان ماله الكحل الطبيعي يا جماعه، كان ماله الكحل الطبيعي يا جماعه. هو بجد تحفه، بس
بيوجع عيني بطريقه مش طبيعيه، لانه ده الطبيعي، ده الطبيعي يا جماعه، ده الكحل اللي هو بتاع زمان اللي كل الناس، اللي دلوقتي كلنا بندور عليه، كلنا بندور عليه وما بنلاقيهوش. شايفين عيني دي عامله ازاي وعيني دي عامله ازاي منه؟ بس انا طبعا فضلت امسح لان انا دمعت كتير من شده الكحل. بس كل ما الكحل كان شديد كان مفيد جدا 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 للعين. طبعا انا قلت لكم وطبعا انا مش بس بهتم بعينيكي وبالكحل وبالكلام ده كله، انا كمان بهتم بريحتك الحلوه. في فيديو انا نزلته امبارح يا جماعه، فيه حاجه تحفه جدا تخلي ريحتك حلوه وثابته وفواحه طول الوقت. الفيديو هيظهر لك بعد ما تخلصي الفيديو ده، من غير ما تتعبي نفسك. الفيديو هيظهر لك تضغطي عليه بس، والسلام عليكم. يمكن يكون طولت عليكم في الفيديو ده بس انا كنت عاوزاه سريع سريع سريع، بس غصب عني والله لحد الان عيني بتشعطني يا جماعه. بس تحسوه طبيعي يا جماعه وتحفه تحفه تحفه، تحسوه اصلا منور العين، رغم ان انا عيني وجعاني والله. بس ده يا جماعه دي حاجه زمان كلها لا يعلى عليها، والله العظيم حاجه زمان كلها. يعني يا ريتنا كنا عايشين ايام زمان، ولا كان في تليفونات ولا كان في اي حاجه والله يا ولاد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفيديو مختلف، وما تنسوش سبسكرايب لكل اللي يشوف القناه بتاعتي جديد. نورتوني ومبسوطه جدا 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 بوجودكم. عقبال 100 سنه وانتوا معايا. وكمان انتظروا فيديو يوم الاثنين باذن الله، يوم شم النسيم، عشان اعيد عليكم كده ونتبسط سوا. باي باي يا حبايب قلبي، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم بعد اللي حصل في عيني، عشان خاطر عادي يا جماعه كله يهون عشانكم. باي باي.